تعبت من كتر ما بتنصح اللي قدامك وما بيسمعش الكلام، رغم ان كلامك بيكون صح ورغم ان اللي بتحذر منه بيحصل؟ انصح مرة واتنين، وطول ما انت عايش لازم تنصحه. ليه بقى؟ اولا حضرتك الكلام اللي بتقوله وبيطلع صح ما هوش شطارة منك، ولكنها نعمة من ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. فدام هي نعمة يبقى لازم تستغلها صح. تستغلها صح ازاي؟ انك تنصح بها اللي قدامك طول ما انت شايفه بيعمل حاجة غلط. الحاجة التانية، الشخص ده يهمك وإلا ما كنتش قعدت تنصحه، لكن حضرتك لازم تغير في الطريقة اللي بتتكلم بيها، الوقت اللي انت داخل تتكلم فيه، كمان توقعاتك من الكلام. يعني ما تجيش تقول انا كده كده بتكلم وبعمل اللي عليا لكن عارف ومتاكد انه مش هيسمع الكلام، ولكن قول زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى واخوه هارون، قال لهم ايه؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. صدق الله العظيم. يعني حضرتك تتكلم وانت تقول يمكن ان شاء الله يجيب نتيجه المره دي الكلام. تالت حاجه بقى والاخيره، حضرتك وحضرتي مش ملايكه، ولكن بنقع برضو في غلطات وبنبقى عايزين اللي قدامنا يستحملنا وبنبقى عايزين اللي قدامنا ما يسيبناش ويتن وينصحنا. فافتكر كده وانت قاعد بتنصح مرة واتنين وعشرة زي ما بتقول، افتكر ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العظيم. من الآخر كده يلا ناخد نفس عميق أنا وانتو ونتننا نستمر في نصيحة اللي قدامنا حد يلاقي حسنات بالمجان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.